بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. صح صيامكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. فيديو اليوم فيديو مغاير الحلويات. بما ان في العشرة التالية وكاين ياسر ناس يحبوا يختنوا لوليداتهم، فهذا الفيديو ليكم للي حابة تختن وليدها. راح بعد هذا الفيديو دير كيكة الختانة وحدها في الدار. هنا للجينواز درت 4 طبقات نتاع جينواز، كل طبقة فيها 5 حبات بيض، وكل حبة تاع بيض تقابلها 25 غرام سكر و30 غرام نتاع فرينة لافاني ورشة تاع الملح. هنا حاولت نديرها لكم تحسبوها بالملعقة، انا هنا ما حسبتهاش. شوفوها فقط في الفيديو، شوفوا شحال جاتني ملعقة. المهم ولي عندها الميزان تقدر دير 30 غرام تقابل كل بيضة، معناها 5 بيضات 150 غرام فرينة. والسكر عندنا 125 غرام سكر، فنجان صغير نتاع الماء، وعندنا 10 غرامات تاع الميكسو هذا هو السر نتاع الجينواز. نحطوه كلش كامل مع بعضه. ما حبيتش ان نقطع لكم الفيديو، ما تقولوش راه يجي طويل، باه تعرفوا كامل التفاصيل. حطوا كلش مع بعضه وشوفوا هنا الجينواز كيفاه يطلع روحه. هنا دور الميكسو راح يعطي هشاشة للجينواز، يجي هشيش يعني بلا ما ديروا له خمارة. وفي نفس الوقت هذو المكونات يضاعف الحجم تاعهم بسرعة. يعني هذه النتيجة ما تقدرش تتحصل عليها بلا ما يعني بلا الميكسو. هذا القوام الأملس. هنا حطيتها في هذا السنيوان تاع 30 على 25، درت فيها ورق تاع الطهي. نحاول نسوي كامل السطح. هنا هذاك الاناء راني نحيت منه كامل هذيك الاخرى تاع الجينواز، وندخلو الفور يطيب. رحت كملت هنا كامل الطبقات تاع نتاع الجينواز. درت وحده بذوق زوج بذوق الفاني، وواحده فريز، وواحده شيكولا. وهنا هذه الكميه نتاع الجينواز راح تقريبا تدي لكم 600 غرام نتاع شونتي، 600 غرام حتى ل 700 غرام تاع بودرة الشونتيي. رحت خلطتها مع الماء البارد وحاولت نطلعها مليح. هنا من الأحسن تخيروا نوعية تاع شونتيي تكون تطلع في ساع وتليسي في الكيكة تاعكم. شوفوا انا نطلعها مليح. ومن احد يعني العلامات اللي تعرفوا بلي الشونتي تاعكم ناجحه تبداو تطلعوا فيها ما تطولش وتطلع لكم ثم اللي طول ما تطلع هذيك راها ما تصلحش. يعني شحال من مره نخرج فيها سيرتو كي نديرها في تحليه ولا حاجه نقول لكم ما تعطينيش كاع ريزلتا اللي نحوس عليها، سيرتو في الكريمات. شوفوا هنا هذه الطبقه تاع الجينواز بعد ما طابوا درت 4. انا درتهم بنهار قبل، والقدوه من ذاك بديت نمونطي فيهم. جبت هنا ذاك السنيوه ودرت عليها هذاك السارسو هنا باه نتحصل على طبقات متساويه. اللي ما عندهاش تقدر ما ديرش، وانما برك تحاول ترص الطبقات في تاع الجينواز والكريمه كيما راكم تشوفون. راح نسكر كامل هذيك الجينواز، وهنا نبدا نشرب فيها. انا هنا هذه الشاربات درت كيله تاع سكر مع 2 كيلات تاع ماء، ونحاول كل طبقه نشربها مليح ما عدا الطبقه الاخيره. هنا البنات راه تبان لكم بلي راها محروقه، لا راها ماهيش محروقه، راها الاضاءه فقط. شفتوها ملي حطيتها المره الاولى، وكي شربتها بانت لي هنا في الفيديو بلي راها تبان محروقه. هنا بعد ما كملت شربتها رحت نحشي فيها الداخل بالشونتيي. وهنا عندي بات فروي الكو تاع الفراز، راح نديرها ثاني في الوسط. هنا الحشو اختياري، كاين اللي يدير النيسلي او الطوفيه بالمكسرات، وتقعد مسألة اذواق.
هنا درت هذا نتاع الفريز، وراح ندير الطبقة الثانية هذه بالكاكاو، يعني تقريبا درت 50 غرام كاكاو. راكم تشوفوا اللون تاعها غامق، حبيت الكو تاع الكاكاو يبان طاغي في الكيك. ونزيد نشربها ثاني بنفس الطريقة. يعني هنا حبيت برك نوريكم كيف حشيتها من الداخل. هذا درت الشونتيي، وبعد ما ليسيتها كامل درت بوش فيه الشيكولا تارتين والشيكولا الطلاء، ودرتها النوع الحشو الثاني. كما قلت لكم تقدروا تحشوها بالشونتيي برك وكنكهة واضافه ديروا يعني الحشوه اللي راها متوفره عندكم. انا هنا في الطبقه الثانيه درت كما قلت لكم الشيكولا للطلي. هنا برك تعود بحراره الغرفه باه تتوزع لكم كامل على السطح. وراح نكمل كامل الطبقات، يعني نشربهم وندير الشونتي، نشرب وندير الشونتي حتى نوصل للطبقة الأخيرة. هنا من الأحسن البنات الطبقة الأخيرة ما تشربوهاش ياسر باه الشونتي تمشي فيها مليح. وثانية راح نديرو الديكور تاع عجينة السكر، يعني مش راح نغلفوها، راح نديرو ديكور برك هذيك العجينة ما تطلقش. كما راكم تشوفوا هنا راح ندير فقط يعني لمسه خفيفه، يعني باه ما تعودش ناشفه. في نفس الوقت مش راح نكثر. هنا حنحاول نمسح كامل الاطراف، يعني باه الخدمه تاعي تكون منظمه. وراح ندير هذيك الطبقه التاليه نتاع الشونتيي وندخلها. لازم تخلوها تريح على الاقل ساعتين ولا 3. علاه هنا باه الطبقات يحكموا في بعضهم، وكي تجوا راح نديروا في الشونتيي تساعدكم، يعني ما تعييكمش. نحاول نليسيها كامل ونهزها نحطها في الفريجيدير، ونروح نكمل الديكور اللي راح نديرو من الفوق. هنا عندي عجينة السكر بلون البوردو، تقدروا ديروها بلو رويال، يعني تقدروا ديروها فير. هنا الاختيار لكم. انا هنا حبيت هذا اللون. راح نخلطها قبل مليح، راح نعجنها باه نتحصل لهذا اللون. انا شريتها جاهزه ما لونتهاش. راح نفتحها مليح، نفتحها رقيقه ما تفتحوهاش قليظه بهذه الطريقه. ومن الاحسن تستعملوا ديروها في كيس بلاستيكي. وانا في هذا يعني في حوايج كيما هاك ما نشتيش نستعمل مايزينا، وكاين اللي يستعملوا سكر كلاصي. العجينه افتحيها هاك برك راح تعطيك الطعم. فتحتها مستطيل، وهنا راح ندير هذيك الشوميز تاع الختانه. راح نسوي كامل الاطراف نتحصل على شكل مستطيل بهذه الطريقه. شوفوا هنا الشكل تحصلت عليه. راح نقسمها على زوج، نحاول يكونوا الاطراف منه ومنه يكونوا يعني متساويين. وبعد هنا عندي هذاك الطابع الدائري، رحت طبعت في الوسط بين الاشرطه 2، تحصلت على الرقبه. وهنا راح ننحي الاطراف بنتحصل على يعني كما يقولوا اليدين. هنا تقدروا ديروها من تحت مستطيل، ما حبيتش، حبيت نديرها مثلث، لخاطر اغلب لي شوميز يجوا من تحت بهذا الشكل. راح نفتح هنا فتحه صغيره باه ندير هذاك الشريط نتاع الشوميز. وهنا باه نزين هذاك الدونتيل تاع الاطراف جبت هذا المول، درت هذاك الشريط اللي جاي فيها من تحت. هذا اقرب شيء تقدر تصنعي به الشوميز.
يعني درت كمية منهم باه ندورهم كامل ساير داير على هذيك العجينة. شوفوا هنا بعد ما كملتهم كامل رحت جبت الغراء الغذائي، دهنت كامل الاطراف، يعني ديروا قلمسة خفيفة راه تشد لكم عادي. وراح ندير هذا الدونتيل بهذه الطريقة، ديروه صاير داير على كامل هذه الشميزة. وليكم الاختيار، تقدروا ديروا يعني موتيف واحد اخر، يعني حسيت هذا يوالم احسن ويعطي نظرة باهية للكيكة نتاعنا. نلصقهم كامل هنا برك. راح نوه كي تكونوا ديروا في هذون من الاحسن تلونوهم قبل بالذهبي، باه هنا كل ما كانت الخدمه نقيه كل ما كان احسن، باه ما طاشوش هذاك البوردو، يعني باه يجيكم لون واحد. وهنا باه ندير هذاك كيفاش يقولوا هذاك العنق، والله نسيت وش يقولوا. المهم رحت فتحت عجينة سكر بيضاء وفتحتها نوعا ما خشينة، ما درتهاش رقيقة، باه كي توقفوها تبقى شادة الطوح ما تتحرك لكمش ياسر. الكول هذا وين شفيت لها، راح نديروا الكول نتاع الشميز. جبت هذا اللي غام كان تاع الفلون، يعني كانوا اقرب حاجه تقدر تعطيني الشكل اللي راني نحوس عليه. فتحتها مليح وكما راكم تشوفوا فيها راه مش رقيقه ياسر، راه خشينه، باه كي توقفوها تبقى واقفه. راح نحطها كيما هاك ونميل الاطراف. وروح الثاني راح ندير البابيون، راح نزيد فتحت شريط. شوفوا هنا كيف راني ندير فيه. هنا جاتني الصغيره زدت كسلتها شويه، ومن بعدها رحت هزيت اللي نخدموا بهم الكاطو هذا ثاني، نسيت واش اسمه. البنات ما ديروش عليا، راني نسجل في الفيديو راني صايم. المهم هذا تاع السيجار. واخيرا شديت بهم البابيون باه تقعدنا حاكمه روحها. حاولت نلعب على الشكل باه نتحصل اقرب شكل كاين للبابيون. شديتها في الوسط، وهنا راح ندير نقطع شريط ونديرو نغطي به هذاك الوسط نتاع الورده. من الاحسن نديرهم قبل هذا الديكور باه يبقى شاد الشكل نتاعو. هنا بعد ما كملت راح اخر حاجه راح ندير الصباط. هو اسهل حاجه يعني ما تخافوهش. شوفوا هنا كيف راني ندير فيه. المهم درت مثلث من القدام، وهذا الشكل اللي جاي من الوراء درتوه هنا مقوس نصف ضعي. راه ساهل يعني ماهوش اللي حاجه صعيب. حاولوا تفينوه مليح ومن بعدها راح تطبعوه تقطعوا عليه صباط واحد اخر بيجيكم نفس الشكل كما راني درت بهذه الطريقه. تحصلنا هنا على القاعده. راح ندير بركي راح نقصو هذاك اللي يجي من الفوق. ثانيا نخدمو بفرده واحده باه تجينا كامل الشكل متساوي. يعني حاولوا تلعبوا على الشكل، حاولوا تفينوا الاطراف باه الخدمه قد ما تعود تجيكم بيان فيني كما يقولوا. راح نشدها هاك بالاطراف على الغراء الغذائي. واي يضيفوا تشوفوه لازم تحاولوا تصلحوا هنا جبت هذا المحكن اللي راني تاع الكاطو، حطيته في الوسط باه يبقى الحذاء شاد روح.
كملتهم كامل ومن بعدها درت هذا الموتيف بعجينة السكر لون ابيض، ومن بعد راح نلونهم كامل بالدوري. وهنا هذيك الشريط اللي يجي في الوسط، هذيك الشميز حاولت نخير حاجة سامبل، وهذا الشكل اللي كان متوفر عندي. كملتهم كامل، وهنا هذول اللي درتهم باللون الابيض راح نلونهم كامل كما راكم تشوفوا بالدوري. هنا من الاحسن تفاديا اللي طاش اللي يطيحوا في العجينه، من الاحسن تلونهم من قبل ومن بعدها تلصقوه. واللي ايدها خفيفه ومالفه هذيك راها باينه. لونتهم كامل هنا باه نكسروا اللون، يعني ما تخلوهاش هاك بيضاء. تقدروا ديروها بالفضي، تقدروا ديروها بالذهبي ثاني. هنا بعد الكيكه تاعنا مرتاحت، خرجتها نحيت لها الاطراف اللي ماهوش مسقمين. بهذه الطريقه وراح نبدا نغلف فيها بالشونتيي. هنا من الاحسن تخيروا نوعيه تاع شونتيي تكون مليحه كاليتي باه تقدروا تليسوها مليح. وكي تجوا ديروا تقطوا في الاطراف حاولوا تردوا كميه لاباس بها. وكاين ثاني تقنيه اخرى، كاين اللي تهز يعني تعمر البوش وتديرك على الاطراف وتسوي برك، كل واحده والطريقه اللي تساعدها. بهذه الطريقه تحاولوا كامل تمسحوا الاطراف، لازم تحصلوا على سطح املس. وهنا من احد اسرار باه تليسوا لازم تهزوا كميه لا باس بها من الشونتيي، ومن بعدها تمسحوا كامل السطح، والزياده اكيد راكم تنحوها. وهذا الطريقه يعني هي لقلها ولفيه، يعني كل ما خدمتي اكثر وكل ما جريت ايدك عليها راح تجيك اسهل واسهل. هنا من تحت درت حاشيه حمراء، درتها من تحت. وهنا راح ندير دي غصص، لخاطر راني مش راح نغلفها كامل، راح ندير الديكور نتاع الختانه بهذه الطريقه. ومن بعد هنا راح نركب الديكور. كي تعودوا موجدين منظمين كلش، هذه المرحله راح تجيكم اسهل ما يكون، تحطوا وخلاص. حطيت الشميز هذاك الوسط، درت الاسم. هنا الحروف كانوا عندي حروف صقار وانا حبيتهم يجوا شوي باينين، فهنا قطعتهم يعني حاولت نتحايل عليهم بايدي برك. لصقت هذاك العنق البابيون. وهنا هذاك الاحذيه اللي درتهم على الاطراف درت حبيبات ذهبيه، ودرت الورق الذهبي ثاني. حاولوا ديروه على الاطراف يعطيه ثاني لمسه جماليه للكيك. راح نكمل نزينها وتشوفوها معايا في شكلها النهائي. وهاي لكم في شكلها النهائي. شوفوا كيفاه جات. اعطيتكم مجرد فكره للتزيين، وكاين افكار ياسر تقدروا تزينوا باللي تقدروا عليه، تقدروا تحشوها باللي تقدروا عليها. انا اعطيت لكم فكره فقط.
نتمنى فيديو اليوم يكون نال إعجابكم. مادامك وصلتي حتى لهذا المقطع فضلا وليس أمرا ادخلي تحت تحطي لي كومنتار هكذا يطلع الفيديو إذا شفتيه يستاهل. إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.